حلقات كرتون مرعبه كانت بتتعرض زمان واحنا صغيرين، ولكن اغلبنا ما كانش بيركز فيها او كان حتى بيفهم المغزى من وراها. تخيل ان واحده من حلقات سبونج بوب اللي بيروح فيها لعالم تاني بيكون كل السكان بتاعته كائنات مشوهه، وده بسبب التجارب النوويه اللي كانت بتتعمل وقتها في البحر. زود على كمان ان الناس كانت بتقول ان الحلقه دي بتتكلم عن الاكتئاب والشخص اللي بيعاني منه. او حلقه مرعبه تانية من وقت المغامره واللي بنشوف فيها كل سكان مملكه الحلوى بيختفوا بشكل مريب، ومشاهد تانية عنيفه زي ان غزال بيكسر رجل فن مرتين. حلقات حقيقيه لما تشوفها هتدمر طفولتك. حضر لي بقى حاجه تشربها ولا ما نبدا. بسم الله. اول حلقه معايا القايمه هي حلقه من مسلسل وقت المغامره اللي بيتكلم عن ولد بشري اسمه فين ومعاه الكلب بتاعه السحري اللي اسمه جيك، وبتدور احداث المسلسل ده على عكس ما الناس فاكره مش في الماضي، ولكنها بتدور في عالم سحري. المفترض ان هو تقريبا في سنه 3000 بعد ما حصلت في المسلسل حاجه اسمها حرب المشروم، ودي انت لو ما تعرفش هي الحرب النوويه اللي محتمل انها تحصل او اللي هيبقى اسمها الحرب العالميه الثالثه. الحلقه بعنوان لن يسمعك احد، وبتبدا الحلقه بان احنا بنشوف غزال ماشي في المدينه بتاعه الحلوى وعمال يضرب في الناس. فين وجيك بيطلعوا يجروا وراه بسرعه عشان يمسكوه، ولكن الغزال بيتمكن ان هو يضرب جيك على راسه فبيفقده الوعي، وبيمسك فين وبيكسر رجله كسر مرعب لدرجه ان انت بتسمع صوت العظم وهو بيتقطم. طبعا ده مشهد كان غريب جدا ان هو يتحط في مسلسل اطفال. بعدين بنشوف فين وهو بيصحى في المستشفى وبيلاقي نفسه لوحده في العنبر، فبيبدا ان هو ينده على الدكتور عشان يجي يشوفه، لكن مفيش حد بيجي. بيبدا ان هو ينده على اي حد لكن محدش بيسمعه زي عنوان الحلقه. بيبدا فين ان هو يقوم ويركب كرسي بعجل ويجر نفسه عشان يطلع ويشوف الناس راحت فين. فين كل السكان بتاع مدينه الحلوى هو مش لاقي حد، ولكنه فجاه سمع صوت جاي من ناحيه الزباله، ولما بيروح بيلاقي واحد لابس عبايه وبيكتشف ان ده جيك. بس الغريب ان جيك لافف حاجه كده حوالين راسه تقريبا مطرح الخبطه اللي اخدها لما كان بيتعارك مع الغزال. المهم ان هو بيقول له انت بتعمل ايه يا جيك؟ فين الناس؟ قال له الناس مستخبيه عشان عاملين لي حفله لعيد ميلادي فعايزين يفاجئوني. ففين في الاول ما بيكونش فاهم، معقوله كل اللي في المدينه اختفوا عشان يعملوا له كده؟ بيجي عليهم الليل بيكونوا قاعدين بيشووا صدق، وفين عمال بيفكر بيقول له خلي بالك مش منطقي ان اهل المدينه كلهم اختفوا فجاه، اكيد الناس دول واقعين في خطر واحنا لازم نساعدهم. لكن السؤال الاهم هو اشمعنى اهل مدينه الحلوى بس دونا عن غيرهم اللي هم اختفوا؟ ليه مثلا فين وجيك ما اختفوش برغم ان الاثنين كانوا فاقدين الوعي في لحظه ما؟ جيك مش بيشغل باله بالكلام وبيطلع ينام بعدها، وبيبتدي وهو نايم يخطرف بكلام، وهنا فين بيكتشف من كلامه ان بقاله 6 شهور مستني ان اهل مدينه الحلوى يعملوا له المفاجاه اللي وعدوه بيها بتاعه عيد ميلاده. وده معناه ان فين ما بقالوش كام يوم في المستشفى، ده بقاله شهور في غيبوبه، وواضح ان جيك خلاص فقد مخه. في نفس الوقت ده هو بيسمع صوت جاي من بلاعه او بير، فبيقرر ان هو يروح عشان يستكشف الصوت ده. ولما بيبتدي يجر نفسه بالكرسي ابو عجل، جيك بيصحى من النوم وبيمسكه بسرعه وبيشده وبيربطه في العمود ويقول له انت مش هتمشي عشان نحتفل. من الواضح ان جيك خلاص اتجنن وفقد عقله. فين بيحاول انه يتحايل عليه بالكلام ويقول له طب فكني عشان اقوم احتفل معاك، وفعلا لما بيضحك عليه جيك بيضطر ان هو يفكه، وساعتها فين بيطلع يجري ويكسر الجبيره، لكن المره دي بيتمكن ان هو يوصل للبلاعه وينزل تحت. ولما بينزل تحت بنكتشف السر المرعب ان اهل مدينه الحلوى كلهم موجودين تحت ملزوقين في الحيطان بسائل غريب، وحتى ان اميره العلكه معاهم. لكن مين اللي عمل فيهم كده؟ فين في ساعتها بيفتكر ان جيك هو لما اتجن عمل في الناس كده، وبيمسكه وبيضربه ضربه جامده جدا على راسه لدرجه ان جيك بيستعيد عقله. فجيك لما بيفوق من الصدمه ما بيكونش فاكر ايه اللي حصل، فبيسحب بيه من بوتلر وده واحد من سكان مدينه الحلوى، وبيبتدي ان هو يتاسف له. فباتلر بيقول له مش انت اللي عملت فينا كده اصلا؟ قال له طب مين اللي عمل فيكم كده؟ وساعتها بنشوف الغزال اللي احنا شفناه في اول المسلسل. الغزال ده خلي بالك واحد من الكائنات المريبه اصلا في وقت المغامره، محدش فاهم هو طبيعته ايه او جه منين، لكن احنا بنكتشف ان هو اخد سكان مدينه الحلوى كلهم كرهاين وتقريبا كان عايز ياكلهم، لان احنا شفناه في اول الحلقه وهو عمال بيلحس فيهم واحد ورا التاني، وكان حاططهم جوه السائل ده عشان يخليهم عنده كمخزون. انت متخيل الفكره المرعبه؟ ففين بيقول له انا هتعارك معاه وروح انت جيك فك الناس، واثناء ما فين بيتعارك معاه بيبتدوا ان هم يضربوا بعض، وبيتمكن بالصدفه جيك ان هو يوقع راسه قلبين طوب. ده بيخليه يفقد الوعي تماما ويقع في الماسوره بتاعه الصرف والميه تسحبه. ما توضحش بعد كده هو الكائن ده راح فين، لكن الحلقه بعدها بتنتهي، ودي كانت واحده من اكتر الحلقات المرعبه في وقت المغامره. فكره ان المدينه كلها بقت مدينه اشباح، فكره كمان ان الغزال خلع الحوافر بتاعته ولقينا ان هو عنده صوابع شبه صوابع البشر. وهنا طلعت النظريه اللي بتقول ان الغزال ده هو غزال متحول، زي ما قلت لك ان احداث المسلسل بتدور بعد الحرب النوويه، وان ده ممكن يكون غزال هجين ما بين بني ادم وما بين غزال، او ان هو كائن ثالث خالص متحول. الشيء اللي يقلق ان هو كان ناوي ياكل كل اهل المدينه وهم عايشين، ولكن تصور بقى ان جيك كمان كان فقد عقله وكان ممكن يفضل زي ما هو ويبقى واحد كمان من اشرار المسلسل. دي كانت الحلقه بتاعت وقت المغامره. لكن بقى تعال نخش في الحلقه اللي انا بشوفها من اكتر الحلقات المرعبه في مسلسل سبونج بوب.
وهي حلقه بعنوان قاع المحار. الحلقه بتبدا بدايه عاديه جدا بسبونج بوب وبسيط وهم موجودين في ملاهي اسمها ملاهي القفاز. بنشوفهم هم عاملين بيركبوا في مراجيح يعني خطيره جدا، وبعد ما بيخلصوا الجوله بتاعتهم بيطلعوا من هناك وهم شاريين شويه حاجات من عالم القفاز. شاريين بالونه على شكل قفاز، شاريين طاقيه على شكل قفاز، شاريين مصباح على شكل قفاز، وكمان شاريين قفاز لدميه القفاز. يعني انا مش عارف ليه. الحلقه في البدايه بتكون بدايتها لطيفه، لكن اللي هيحصل بعد كده غريب جدا. هيوريك ان هم كانوا بيقصدوا بيها الكلام على التجارب النوويه اللي كانت بتتعمل في البحر، وفي ناس فسرتها بانهم بيتكلموا عن الناس اللي بتمر بالاكتئاب، ومش اي اكتئاب، ده الاكتئاب الشديد. بنشوف بعدها الحافله اللي بتيجي وبتاخدهم عشان توديهم مفترض لبيتهم في قاع الهامور. وسبونج بوب وهو طالع الحافله مع بسيط البالونه بتاعته بتخبط السواق مرتين، فالسواق حرفيا بيكون جايب اخره منهم. بعد ما بيركبوا ويبتدوا ان هم يلعبوا شويه بالدمى اللي معاهم وما يكونوش مركزين، بسيط بيلمح يافطه مكتوب عليها ان انت دلوقتي بتغادر قاع الهامور، ويافطه تانية معناه ان انت خرجت بره حدود قاع الهامور. لما بيقول لسبونج بوب بيقول له يا نهار اسود احنا كده تهنا. ولما لسه هيكلموا السواق عشان يقفوا ينزلهم هنا ان هم ركبوا الحافله الغلط، السواق مش بيسمع لهم وبينزل على منحدر صعب جدا. وركز في حته الحافه دي ان ده الشخص اللي وصل للحافه وبيقع، حافه الانهيار النفسي، او يعني هي اتفسرت بكده، لدرجه ان هم نفسهم بيلزقوا في ظهر الحافله ورا ما يكونوش عارفين يوصلوا له. ولما بيوصلوا هناك بيكون السواق جاب اخره منهم وبيرميهم تحت، وهنا بيلاقوا نفسهم في مكان احنا اول مره نشوف في المسلسل، المكان اللي اسمه قاع المحار. مكان مظلم موحش، كمان الكائنات اللي عايشه هناك مش نفس الاجناس اللي احنا شفناها على مدار المسلسل في اي حته. وحتى انت لو جيت تحط اول مشهد في الحلقه قصاد المشهد ده هتلاحظ التباين في الالوان وفي الشكل. حتى وقتها الساوند افكتس كانت اختلفت. المود بحد ذاته كان مرعب بالنسبه لي، كان يحسسك بنوع من الاكتئاب. بسيط بيصاب بحاله من الهلع والخوف، بيبقى عايز يروح البيت وخايف من المكان الضلمه اللي هم فيه. من الواضح ان المكان ده على فكره عشان هو في عمق البحر تحت الشمس ما بتوصلوش، يعني هم دايما بالليل، يعني مش مثلا لو استنوا شويه النهار هيطلع. سبونج بوب بيشد كده ماده من على الارض بيكتشف ان الماده الخضراء دي كائن. ولما بسيط بيكون عايز يخش الحمام بيلاحظ ان اليوفط بتاعت الحمام مجهوله، يعني واضح ان مفيش رجاله وستات عندهم، واضح ان هم جنس تاني. فسبونج بوب بيقول له طب اصبر احنا نستنى الوقت لما باب الحمام يفتح وواحد يطلع منه او واحد يخش وهنعرف فين الرجاله وفين الستات. وهنا بيلاقوا ان الكائنات اللي طالعه شكلها غريب ومرعبه، كائنات مالهاش لا جنس ولا مله زي ما بيقولوا. بسيط بقى بيتجنن اكتر وبيصاب بحاله هلع اسوأ من اللي كانت موجوده. فسبونج بوب بيقول له طيب خليك انت هنا استنى الحافله وانا هروح دلوقتي اجيب لنا تذاكر من المحطه. فعقبال ما سبونج بوب بيسيبه بتكون الحافله وصلت واخرت بسيط ومشي، وكده سبونج بوب بقى واقف لوحده في المكان المرعب ده معوش اي حد. فبيضطر ان هو يروح يقف عند مكان الانتظار بتاع الباصات، ولكن الجزمه بتاعته بتتفك. فعقبال ما بينزل يربطها الحافله بتيجي وبتفوته. فبعد شويه القبعه بتاعت القفاز اللي على راسه بتقع منه، فبيضطر انه يسيب البالونه فبتروح منه. وبعدين بيشوف واحد جاي شكله مرعب وعنده لمبه حمراء، ولكن سبونج بوب ما كانش فاهم منه حاجه. فالراجل ده بيسيب سبونج بوب وبيطلع يجري ورا البالونه. فساعتها سبونج بوب فقد اللي هي كانت اخر حاجه بتربطه بالمنزل. وركز في النقطه دي ان انت وقعت في الحافه بتاعت الاكتئاب وبقيت لوحدك هناك، واي حاجه تربطك بالماضي القديم بتاعك راحت. سبونج بوب بيروح وبيحاول ان هو يخلي ماكينه الحلوى تنزل له شوكولاتايه، وعقبال ما بيحطها الباص كانه بيلعبه. فمجرد ما بيحاول ياخدها الباص بيجري. فلما بيروح يستناها على الناحيه الثانيه بتكون الشوكولاته نزلت، فبيجي واحد يسرقها منه ويجري. فدلوقتي سبونج بوب واقف في الضلمه لوحده وكمان جعان. فبيقرر هنا لا هو لازم يتصرف، بيحاول زي ما بيقولوا يخرج من منطقه الكومفورت زون او منطقه الراحه، وبيقرر ان هو لازم يروح يدور بقى على شباك تذاكر بقى يصرف حاله. وفعلا بيدور بيلاقي المحطه وبيروح هناك. وهنا بقى انت بتشوف كائنات مرعبه، وعايزك تركز في النقطه دي عشان اشرحها تاني في الاخر. كائنات اللي واقفه هناك احنا ما شفناش قبل كده في المسلسل، كائنات مشوهه مش سمك عادي. فبيقف في الطابور وفي ناس بتيجي تاخد دوره كمان. واخيرا لما يوصل عند الشباك بتواجهه مشكله في انه يتكلم مع الموظف عشان الاكسنت، كان لازم يطلع لسانه وهو بيتكلم. فبيقول له انا عايز اركب الحافله اللي رايحه قاع الهامور. فبيقول له اللي لسه طالعه دي، وقفلوا المحطه عليه وطفوا النور. وكده سبونج بوب فقد اخر امل في انه يرجع تاني لبيتهم. بيقف في الضلمه اللي قال عليها كلمه غريبه جدا، قال لك ان دي ضلمه متطوره مش الضلمه اللي هو متعود عليها، لدرجه ان هو لما حاول يشغل الكشاف بتاعه الكشاف ضرب من شده الظلام. سبونج بوب بيبتدي يجيله حاله بانيك وان هو مش عارف يعمل ايه. وبعدين بيحس ان في حد بيطارده او حد بيراقبه، وبيلاقي نور احمر جاي عليه. ولما بيترعب منه وبيخاف وبيقف عند الحافه بيكتشف ان ده الشخص اللي هو قابله في الاول واللي كان بيجري ورا البالونه بتاعته. فبيديله البالونه وبيربطها في ايده وبيقعد ينفخها له. فسبونج بوب بيقول له شكرا انا في هوا كفايه في البالونه. اتاري ان هو بيعمل كده عشان يخليه يطير ويطلع بره الحافه. وسبونج بوب بينجح في ان هو يوصل فوق. ولما بيشكره الراجل بيقول له بالاكسنت العاديه العفو. سبونج بوب صحيح رجع بيته والحلقه انتهت بسعاده، ولكن في شيء مرعب. الاجواء بتاعت الحلقه دي كانت مختلفه عن اي حلقه تانية. انا بعتبرها من اكتر 3 حلقات مرعبه في سبونج بوب. زود عليها كمان فكره الكائنات اللي هناك. زي ما قلت لك ان كان في نظريه بتتقال ان في النسخه الاجنبيه قاع الهامور اسمه بيكيني بوتم. بيكيني دي هي جزيره، هي اول الجزر اللي كان بيتعمل فيها تجارب نوويه. فمن الواضح ان دي اشاره لان الكائنات اللي هناك دول كائنات مشوهين بفعل الاشاعات النوويه، زي بالظبط اللي احنا شفناه في وقت المغامره. وزود عليها كمان النظريه الثانيه ان الحلقه دي كانت بتتكلم عن الشخص اللي
ساب منطقه الراحه بتاعته ووقع في الحافه بتاعه الاكتئاب وكان بينهار نفسيا وبقى لوحده. والشخص اللي جاله في الاخر اللي كان عنده لمبه حمراء ده كان بيمثل الامل اللي ممكن يطلعك من اللي انت فيه. وليه برضو النظريات بتاعتكم في الكومنتات عن الحلقات اللي انا قلتها دلوقتي، وفي نظريات تانية ايه ممكن نتكلم عنها، او لو في حلقات مرعبه اتفرجتوا عليها زمان وعايزين اتكلم عنها. تشتروا على اخواتنا في فلسطين وفي غزه وفي لبنان وفي سوريا والله في كل الدول العربيه ان ربنا ينصرهم. وده كان الجزء الثاني من سلسله حلقات مرعبه في الكرتون. ما تنساش تتابع بقيه السلسله اللي هتنزل وتتفرج على اول جزء وتعمل لايك وتتابعني لو عجبك الفيديو عشان ده بيساعده ان هو ينتشر. كان معاكم محمود زايد، سلام.